ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف النهاردة استعمال الخط رقعة بشكل مبدع وجميل. طبعا الألف رقعة زي ما اتفقنا إن هو ارتفاعه 3 نقاط، لكن ممكن الألف ده يتكتب نقطتين 2. ليه؟ كشكل جمالي في تركيب الكلمة. طبعا ده كتابة كلمة مأمون بالطريقة العادية خالص اللي هي بسيطة خالص. ممكن الألف ده اللي هو الألف المتصل يبقى ارتفاعه نقطتين 2، بحيث إن أنا أركب الميم فوقيه بالشكل ده. طبعا ده بيظهر في السطر في الكلمات مأمون. طبعا ده شكل جمالي للخط الرقعة. برضو حرف الدال. حرف الدال حرف الدال يا جماعة عادي جدا اهوت، نقطة ونقطتين، نقطة فوق ونقطتين تحت. وحرف الهاء المفردة بالشكل ده شبه من حرف الدال بس أقصر منها طبعا ومقفولة. ممكن أكتبهم مع بعض بالشكل ده. شفت أول مرة تشوفوا الشكل طبعا. ده حرف الدال والهاء مع بعض. ده حرف الدال والهاء مع بعض، تركيبة مع بعضها كده. ممكن تجاوزا في الكلمات والسطور تتكتب كده حرف الدال مع الهاء. انت ده حرف الدال برضو. ده حرف دال شبه الراء كده في خط النسخ. لا، ده حرف الدال. حرف الدال ده بيتنفذ بشكل جمالي مع الحروف اللي كده بالشكل ده، أي زي كلمة تغمده. تغمده. طبعا حرف الدال شايفينه مع الهاء عامل ازاي بالشكل ده. ده شكل جمالي بيضاف لخط الرقعة. هنشوف بعد كده حرف الألف. أدي القاف والدال والميم. أقدم. كلمة أقدمة دي عادية جدا وواضحة ومفردة عادية جدا ومفردة. ممكن الدال بالشكل ده نعملها بالشكل دوت عشان نحمل عليها الميم بالشكل ده، تدي شكل جمالي، حاجة روعة صراحة في خط الرقعة. ممكن حرف الراء. حرف الراء طبعا الراء العادية دي الراء البسيطة خالص، برضو نفس الشكل، قريبة من حرف الدال جدا. ممكن أعملها كده برضو حرف الراء. حرف الواو كذلك، ممكن أضيف حرف الواو والراء في شبه من حرف الدال مجموعين. مثلا كده كلمة مذكورة. أدي الميم ذال الكاف. بصوا يا جماعة، الواو هتتكتب ازاي؟ الواو هتبقى مجموعة آيات سنة، بركب عليها الراء والهاء المربوطة أو التاء المربوطة بالشكل ده مذكورة. نازلة الميم طبعا فيها ليونة جميلة جدا، شكلها روعة وشكلها فيها إبداع بالنسبة لخط الرقعة. بصوا يا جماعة، الميم دال. الميم دال راء. كلمة مدرسة، الميم دال راء ممكن تكتب بالشكل ده اللي هي عادية جدا اهيت، تكتب كده مدرسة بالشكل ده، بسيطة جدا بالشكل ده. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.